ريمونتادا مصرية، محمد صلاح ينقذ المصريين ويفرح المصريين. ونفسي حسام حسن يا كابتن حسام، يعني التشكيل غلط والدنيا غلط وانت مش عارف في ايه، يعني بلاش عك يا كابتن حسام. وان شاء الله باذن الله يعني كل التوفيق في القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكل متابعيني وحبايبي واصدقائي في كل مكان، يا رب دايما تكونوا في احسن حال. قبل ما نبدا طبعا حلقتنا حبايبي في كل مكان، اضرب الفولو وانزل باللايك عشان يوصلك كل جديد. النهارده حلقه قويه والحمد لله منتخبنا الحمد لله ريمونتادا قويه يعني اهم في المباراه 3 نقط. عارف ان في ناس كتيره زعلانه جدا وان الشوط الاول كابتن حسام عك، وانا جاي اقول لك ازاي اللي احنا قدرنا نحول الفرص لاهداف. زي ما كان الشوط الاول رغم ادائنا كان سيء الحقيقه، وكان في شوارع في الدفاع واخطاء كارثيه دفاعيه. احنا لما خدنا ال3 بطولات مع كابتن حسن شحاته ما كناش مرشحين للفوز، لكن كنا بنلعب، اللعيبه كانت رجاله في الملعب، وكنا بنلعب في 30-20 متر، وكنا بندافع كويس وكنا بنهاجم كويس وبنخلص الفرص. لكن اللي حصل في الشوط الاول ان في اكتر من كره ضاعت، فرصه لامام، فرصه لتريزيجيه، فرصه لعمر مرموش، يعني فرص بالجمله ضاعت، فاستقبلنا هدف في وقت صعب جدا. انا هشرح لك واقول لك ازاي حسام حسن قدر ان هو يقلب تاخره يقلب تاخره في الشوط الثاني. لكن البدايه طبعا يعني احنا بدانا بمحمد الشناوي وياسر ابراهيم وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي ومحمد هاني وحمدي فتحي ومروان عطيه. انا مش عارف ليه انت بتلعب قدام الزيمبابوي بحمدي فتحي ومروان عطيه مع بعض، مش فاهمها. امام عاشور برضو يعني الراجل بقاله كتير ما بيلعبش، بتلعب في بطوله مهمه زي ديت، ماشي. صلاح تريزيجيه مرموش، ماشي. النهارده اللي انت تلعب بمرموش وصلاح تريزيجيه لان افهم اللي هتبقى فيه حريه حركه قدام، لكن تحس ان كده مفيش انسجام نهائي. نفس الكلام في موضوع الديفنس، مهم قوي في اي فريق في العالم مش منتخب مصر بس، ان المدافعين هنا لازم يكونوا بيلعبوا مع بعض كتير. ياسر ابراهيم وحسام عبد المجيد عمرهم ما لعبوا مع بعض كتير قوي، مفيش. ياسر كان المفروض ان ربيع يلعب مكان حسام عبد المجيد، لكن انت فوجئنا طبعا حسام عبد المجيد بيلعب، وفوجئنا طبعا زي ما بقول لحضراتكم ان حمدي فتحي بيلعب جنب مروان. انا كرايي الشخصي ان كنت تبدا بمرموش تحت معاهم او زيزو ما يقعدش. طبعا شفنا الفرق اما زيزو نزل ومصطفى محمد نزل وحتى ابراهيم عادل لما نزل، بقى ليك شكل هجومي وبقى ليك فرص سواء من على الاطراف. اما مرموش نزل ولعب على الاطراف وحل فردي وخد حريته في الملعب اكتر، مرموش سجلنا وبقى لينا شكل هجومي وبقى في عدد وفي زياده هجوميه جوه ال 18.